السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. طبعا احنا كنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن ازاي تقابل موجة الحر اللي موجودة ديت، وخمس حاجات بتقدر من خلالهم ان انت تقلل من الاحتباس الحراري او تقلل من الحرارة اللي بتبقى موجودة على الطيور، لان ده كله احنا عارفين بيأثر على الانتاج. وكمان لو انت عندك تربية فراخ بيضاء فده بيأثر على الانتاج، وممكن ما يخليش الطيور او الفراخ تزيد وتجيب معاك لحم، وممكن لا قدر الله يحصل نسبة نفع كبيرة. فكنا اتكلمنا عن خمس حاجات بنقلل بيهم الاحتباس الحراري او ارتفاع درجات الحراره بالنسبه للفراخ، اللي هي زي يعني انت تحط فيتامين سي، وبتحط خافض حراره الاسبرين، تحط طبعا فيتامين سي من بالليل، بتيجي الظهر تحط ميه ساقعه وتحط تلج في الميه. كل الكلام ده موجود في الفيديو، واحنا هنحط لكم الفيديو في علامه الاي عشان برضه لو حد حابب يرجع له. من ضمن الحاجات اللي اتكلمنا فيها زي دلوقتي كده اللي هو ايه الاسبرين الاخضر. يعني الاسبرين الاخضر زي ما انتم عارفين مفيد جدا في عمليه او تقليل الاحتباس الحراري بالنسبه للفراخ البيض. فاحنا جايبين النهارده نتكلم بقى عن فوائد الاسبرين، لان هو الاسبرين بس مش بيخفض الحراره او بيساعد على خفض الحراره او التخلص من الاحتباس الحراري او تاثير الاحتباس الحراري على الفراخ. لا، هو ليه فوائد كمان متعدده احنا هنتكلم عنها مع بعض دلوقتي، لان هو مهم جدا ان احنا بنقلل بيه درجات الحراره زي ما احنا عارفين. لكن برضه في نفس الوقت هو ليه استخدامات تانية او ليه استخدامات اخرى موجوده عندنا، ومنها او اول حاجه من الحاجات ديت. نخش بس عند الطيور ثواني. طبعا اللي قدامكم ده بط ابيض وفي وز، بسم الله ما شاء الله، يعني اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين كده برضو الميه لما تكون زياده قدام الطيور في الجو الحر ده كويس، لان زي ما شايفين البط شرب وكده اهو، وابتدى بقى ايه الميه الزياده بيلعب فيها ويستحمى فيها، اللي هي فكره المغطس كنا اتكلمنا عليها قبل كده برضو، فيديو موجود على القناه. ان انت بالذات البط او الطيور دي تعتبر طيور مائيه، فلازم تحط لهم ايه حاجات واسعه يبقى فيها ميه، زي ما انت شايف كده ياكل ويشرب ويبتدي يلعب اهو. ميه قدامه اهو، شرب وعمل بقى ايه يغسل نفسه بالميه ويستحمى فيه زي ما يكون. خلينا بقى نرجع للاسبرين زي ما اتكلمنا مع بعضنا. طبعا قلنا بقى الاسبرين الاخضر فوائد، اول حاجه هو بيعمل كمضاد بكتيري. ان هو عمل كمضاد بكتيري فهو بيأثر او بيقلل ايه الامراض البكتيريه اللي بتبقى موجوده في الدواجن او في الطيور عموما يعني. هو مضاد بكتيري بيسيطر على البكتيريا اللي بتبقى موجوده في المكان. دي اول حاجه. تاني حاجه كمان هو مضاد للالتهابات والتورمات بالنسبه للطيور، خلينا نقول بالنسبه للطيور يعني، والفراخ من ضمنها، عشان ايه يبقى الاسبرين مش للفراخ بس، يعني هو الفوائد للطيور كلها عموما. مضاد للالتهابات وقلنا ايه للتورمات، وده برده مفيد جدا. بالاضافه كمان اللي هو بيحسن دور الجهاز الهضمي، فبيساعد ان هو بايه بيمتص او بيرفع من ايه بيعلي من امتصاص العناصر الغذائيه، يعني بتقدر بيخلي الجهاز الهضمي الامتصاص بتاعه يبقى عالي في حكايه العناصر الغذائيه، بيمتص عناصر غذائيه كتيره، فده بيساعد على النمو. اي حاجه زي ما كنا قلنا قبل كده في فيديوهات سابقه، ان اي حاجه تتعلق بتحسين الجهاز الهضمي فده بينتج عنه ان الجهاز الهضمي بقى بيبتدي يمتص العناصر الغذائيه بطريقه افضل من الاول، فبالتالي ده بيعود على الانتاج، فبتلاقي الفراخ صحتها كويسه، وبالاضافه كمان ان ايه النمو بتاعها بيبقى عالي وطبيعي، غير اما يكون في مشاكل في الجهاز الهضمي او زي اللي بتحصل. فطبعا بتاثر على الاستهلاك الاكل او بتاثر على الاكل، فنسبه السحب الاكل بتبقى ضعيفه، الامتصاص بيبقى ضعيف، الكلام ده كله، فتلاقي الطيور ما بتستجيبش معاك او ما بتزيدش. يبقى قلنا اي حاجه بتاثر على الجهاز الهضمي او بتعلي من الامتصاص في الجهاز الهضمي بتعود بدورها على ايه ان بتلاقي النمو بيبقى كويس وصحه الطيور كويسه. وطالما الطير صحته كويسه بالتاكيد يعني هيبقى ايه، يعني ربنا يعافينا ويعافي الناس كلها، لو في اي امراض او في اي حاجه بتقدر المناعه ديت تقاوم الامراض ديت كلها. ودي كلها حاجات من استخدامات الايه الاسبرين. بالاضافه كمان هو بيعمل سيوله وبيخفض حراره الحراره، بيعمل سيوله في الدم وبيخفض الحراره. طب الجرعه بتاعته بتكون قد ايه او بنحط الاسبرين ازاي؟ دي حاجه برضو من الحاجات المهمه اللي الناس لازم تبقى عارفاها، الجرعه بتاعت الاسبرين تكون قد ايه، انا احط قد ايه على اللتر والكلام ده كله. يعني انا بحط الاسبرين مع كربونات الصوديوم او الكربونات، والكربونات ديت بتساعد برضو في حاجه مهمه كمان، ان هي بتعمل سيوله في الدم وبتقلل اللزوجه وبتعادل الحمضيه بتاعت الدم، فده شيء كويس. احنا بنحط نص جرام بيكربونات على لتر ميه معاه ربع حبايه اسبرين، وممكن نضيف كمان معاه فيتامين سي. طبعا فيتامين سي بيبقى اتضاف جرام على اللتر، يبقى الجرعه بتبقى ايه بيكربونات صوديوم او الكربونات نص جرام، ربع حبايه، طبعا ده كله على لتر، ربع حبايه اسبرين اخضر او الريفو، مع ممكن نحط فيتامين سي لو موجود، مش عاوز تحط فيتامين سي برده مفيش اي مشكله، هو هيقوم بالدور. يبقى هي دي الجرعه. وزي ما احنا قلنا مع بعض ان الريفو بيقلل الحراره او الاحتباس الحراري، لان احنا ده بيأثر او تاثير الاحتباس الحراري على الفراخ، فهو مهم جدا في الجو الحار. فالجو الحار ده كله استعمال الريفو فيه من ضمن الحاجات الخمسه اللي احنا كنا اتكلمنا عنها. تقدر تستعمل برضو الريفو لو متوفر عندك، تجيبه وتحطه كل يوم في الميه، مفيش اي مشكله خالص،
بالاضافه كمان ان هو هيساعد بقى ان هو ايه بيسيطر على البكتيريا والكلام ده كله، وهيرفع مناعه الطير، وهيخلي كمان صحه الطير تبقى كويسه، وباذن الله يساعد في النمو كمان عن طريق تحسين عمليه الجهاز الهضمي، او بيحسن الامتصاص في الجهاز الهضمي، فبيخليه بيستفيد من العناصر الغذائيه اللي موجوده كلها، او بيمتص العناصر الغذائيه بطريقه عاليه. فزي ما قلنا ان الاسبرين هيبقى مفيد في خفض الحراره، مضاد للبكتيريا ومضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات والتورمات. وده من ضمن الحاجات اللي احنا بنستعملها في الحرب. احنا عارفين ان الاحتباس الحراري بالنسبه للفراخ البيضاء كمان مشكله، يعني سيبك من البط او لزه قدامك كده، الجو بدري، وشوفوا لو انتوا بصيتوا هناك كده بيلحلح من الحر ولسه بدري اهو قدامكم، بيلحلح من لسه تقريبا الساعه 11 احنا بنصور الفيديو يعني، فلسه الحر الجامد ما جاش. فزي ما كنا قلنا على افكار كتيره موجوده بالزاي ان احنا بنقلل بيها الحر والكلام ده كله، زي المغطس قبل كده اهو، لو انتوا بصوا للبط اهو كل وبيلعب دلوقتي، هو بيلعب في الميه قدامكم، بيلعب في الميه وبيستحمى، وده ضروري. الميه تخلص تبقى في ميه قدامه كمان، التلج في الميه كويس، خفض الحراره وقلنا عليه ستال او كده، عشان بس ما اطولش عليكم. الفيديو موجود على القناه، انا هحط لكم زي ما قلنا في علامه الاي، وتقدروا ترجعوا له. ولو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناه تربيه الطيور مع الحواوشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.